يا مساء السعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف الجمال والحلاوة اللي احنا عاملينها دي النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة واقتصادية جدا جدا جدا، بدون لحوم بدون فراخ. بصوا، بأقل تكلفة هتعملي أحلى مبكبكة ممكن تاكليها في حياتك. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين المبكبكة، بصوا عايمة في الصلصة كده، حاجة دايبة وطعمها حلو جدا وريحتها بتبصي جايبه البيت كله. بصوا الجمال، من غير بقى لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه. عملناها قبل كده، عملتها معاكم قبل كده بلحمه مفرومه، بس الكلام ده من بدري قوي. وعملتها بقطع فراخ. النهارده هنعملها زي ما انتوا شايفين ساده كده، من غير لحوم ولا اي حاجه. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول. معايا هنا كام فلفلايه كده متقطعين مكعبات، وكام طماطمايه وبصلايه كبيره واربع معالق من الصلصه. عندي توابل فراخ، ورق لوري مطحون زي ما انتوا شايفين كده، فلفل اسود، كمون، شطة، ملح، وبهارات، 7 بهارات واتنين مرقة. عندي هنا كيلو من المكرونة اللي هي المرمرية الصغيرة اللي هي بتاعة التحمير. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه النهاردة. ولا هنحمر مكرونة ولا هنسلق مكرونة. زي ما انتوا شايفين كده، عندي حلة فيها شوية زيت هدلق فيها البصلاية بالشكل ده. هقلبها كده، عايزه احمر البصلايه، عايزاها محمره كده اكني بعمل رز بتاع السمك، فاهمين؟ هقلب كده لحد ما البصلايه تحمر معايا، ومتقلقيش مش هيأثر على الطعم ولا اي حاجه خالص. اللي عايزه تعمل البصلايه ني في ني تعمل براحتها، بس البصلايه لما تعمليها محمره شويه بتدي طعم للاكل كويس. في نفس الوقت كده بتشمي ريحه اكل زمان، مش الاكل اللي هو الني في ني اللي هو بتاع العيانين والكلام ده. اللي احنا بنقول عليه، احنا دلوقتي بنقول عليه اكل صحي. لما بنتكلم بنقول ان احنا بنعمل اكل صحي، اللي هو الايه، الاكل ني في ني، اللي هو بصلايه تكون بيضه كده ونحط عليها الصلصه ونكمل الطبخه بتاعتنا عادي. زي ما انتوا شايفين انا بقلب البصلايه بالشكل ده لحد ما تحمر معايا باللون اللي هو الذهبي ده. مش لازم يعني مش عايزاها تغمق، انا عايزاها لونها تبقى ذهبي عادي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. انا بس جالي تليفون، ركنت شلت الحله خالص من على العين خالص عشان كان جايلي تليفون، ورجعت بعد كده حطيتها بالشكل ده كده. حطيت الفلفل هيديله تقليبه بس، وبعد كده هنزل الطماطم. مش عايزه الخضار بتاعي يستوي او يدبل معايا علشان لسه هيستوي مع المكرونه وهيغلي في الميه، فمش عايزاه يتهري خالص. عايزه اشوف الخضار معايا كده باين في قلب المكرونه وهي مستويه، مش عايزاه مهري. هحط الطماطم كده بالشكل ده، وبعد كده هنزل التوابل اللي عندي اللي انا قلت لكم عليها. اي توابل، انت ما تقيديش نفسك بحاجه. لو عندك فلفل اسود وملح هيبقى تمام، مفيش مشكله. زي ما انت شايفه كده. هقلب برضو تقليبه واحده وهدلق التوابل زي ما قلت، ومعاها الصلصه. هحط الصلصه الاول، بعد كده احط التوابل. طبعا لو مفيش صلصه مفيش مشكله خالص، اضربي شويه طماطم كده في الخلاط واعمليهم. تمام. دول حوالي كيسين صلصه، اللي هي الصلصه الاكياس العاديه خالص. لو عندك طماطم، اضربي طماطم في الخلاط وحطيها مع قطع الطماطم دي، هتبقى احلى واطعم كمان. بس الصلصه موجوده، يعني ما فيش مشكله. احط بقى التوابل كده بالشكل ده. هقلب تقليبه واحط شويه سكر صغيرين علشان تعادل طعم الحموضه، بس عشان الصلصه اللي احنا حطيناها، وعلشان طعم الطماطم كمان ما تبقاش طعمها مش لاسع شويه. ما تحط سنه السكر دي بتغير الطعم شويه. هقلب كده، وبعد كده هدلق الميه بقى. احط ميه، عندك شوربه فراخ عندك شوربه لحمه براحتك. لحد الخطوه دي كده تمام. عايزه عندك طماطم حطي، مثلا طماطم طبعا بتتحط مع البصل في الاول. لو انا هحط سوري لو انا هحط نوع من انواع اللحوم، اللي هو سواء لحمه او فراخ او لحمه مفرومه او كبده او اي حاجه، بتتحط في الاول مع البصلات تتشوح، وبعد كده بتتحط عليها الصلصه والميه بتغلي، تستوي فيها مثلا اللحوم اللي انت حطاها.
انا عاملاها قرداحي النهارده، فحطيت الخضار ورا بعضه زي ما انتم شايفين كده، وزي ما قلت لكم ما طولتش عليه شويه علشان ما يتهرش مني. هفضي بقى مرقه الدجاج كده، حطيت ورقتين لوري بيدوا ريحه حلوه. هتقولي ما انت حاطه ورق لوري مطحون، هقولك معاه زعتر وروزميري مطحونين، فحاطه نسبه بسيطه من الورق اللوري. الورق اللوري بيدي طعم حلو قوي، اكنك عامله شوربه كده. وزي ما قلت لك لو في شوربه ومش لازم يكون في لحوم، حطي شوربه مكان الميه دي، سوي فيها المكرونه هتديكي نفس الطعم برضه. زي ما انت شايفين الميه غليت خالص كده، ما بسيبهاش تغلي كتير عشان ما تتقلش معايا. هحط المكرونه، هزودها شويه ميه عشان طبعا زي ما انتم شايفين كده المكرونه باينه، فده عقبال ما تتشرب كده انا عايزه صوص في المكرونه، فهزودها شويه ميه بالشكل ده، ميه سخنه علشان ما تاخدش وقت معايا في التسويه. المكرونه استوت ونزلت زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نشوف الجمال والحلاوه دي. في جمال اكتر من كده يا جماعه، في جمال اكتر من كده. عايزين بقى لمه كده وشتا ونوع مطره كده نازله والمكرونه دي تتعمل، ولازم يكون في لمه كده في البيت عشان يبقى الجو يبقى حلو كده زي ما احنا كنا متعودين زمان لما كانت امهاتنا تعمل لنا المكرونه دي. كنا في ايام الشتا كده، وتبص تلاقي بقى ايه الدنيا تبقى دافيه، والدنيا بتبقى دافيه بسخونيه الناس، يعني بوجود الناس اللي موجوده، مش بالاكل او حاجه، من كميه الناس اللي بتبقى موجوده في البيوت ايام الشتا كده واحنا مدفيين مع بعضنا كده. فكان بتبقى ايه، ما تحسش بشتا ولا بمطر ولا اي حاجه. بيبقى محتاج اكله زي دي كده عشان تدفي كل الموجودين بقى، ولا تقولي لي بقى محاشي ولا اي حاجه. هي بصوا المبكبكه وهي سخنه كده بتتاكل بتدفي ومشطشطه كده، اللي بيحب الشطه. لو ما بتحبيش حطي يعني اعملي المكرونه عادي، وفي طبق اللي هياكل حطي له الشطه اللي هو عايزها، علشان ما تظلميش برضو حد ايه. لا اما تقسميها على حلتين، حطي جزء حراق وجزء بارد في كل واحد حله. بصوا الجمال عامل ازاي، حاجه كده تحفه. عايزه تحفه، عايزه اقولك الطبقين دول اتنسفوا في ثانيه. بألف هنا وشفا طبعا للي دقها. يا رب الفيديو يعجبكم، مش عايزه اطول عليكم عشان بس ايه الولاد واقفين لي وعايزين ياكلوا، يعني واحد فيهم دلوقتي هيسحب الطبق مني وانا واقفه، فمش عايزه اطول عليكم. بصوا بوريكم الجمال عامله ازاي. بس دي المكرونه دي شرط بس عشان ايه نبقى فاهمين ان المكرونه دي لازم تتعمل يكون في كميه ناس كده عشان تاكل. ما ينفعش تعملي كميه من المكرونه سواء كيلو ولا نص كيلو وتسيبيها تبرد، بتمسك معاكي، لان طبعا زي ما انت شايفه احنا سلقناها فيها كميه نشا، فلما بتسيبيها تبرد شويه بتمسك معاكي. بس زي ما انتم شايفين في صوص كده، الصوص ده ممكن تهدى شويه المكرونه وتعرفي تاكلي برضو منها، مش هيضايقك ولا حاجه. انتوا فاهميني طبعا، يعني المكرونه مش ناشفه لدرجه اللي هي تقفش معاكي في ثانيه، لا هتبقى في وقت برضو اللي هي ايه قبل ما تبرد وتهدى كده، هيبقى فيها برضو صوص من جوه كده. بصوا عبد الرحمن بيقول لكم يلا عشان احنا ايه، انا بصوا سحب الطبق. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ودمتم في امان الله. وما تنسوش اللايك يا احلى جمهور في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.